وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: يسن أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود. ما زال في ذكر سنن الصلاة، وقد ذكر ما يسن في حال القيام، كذلك في حال الركوع، في حال الرفع من الركوع، وذكر ما يسن في السجود. ثم قال أيضا مما يسن في السجود أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود، أي الذكر عندما تسجد ماذا تقول. قال: فيسن للساجد أن يأتي مع سبحان ربي الأعلى أذكارا أخرى وردت في السجود. ومما ورد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وأيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره. وأيضا اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال: فيسن أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في سجوده وينوع بينها، أي تارة يأتي بذكر، ومرة أخرى يأتي بذكر آخر، مرة أخرى يأتي بذكر آخر. أذكار السجود هذه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أو في الصحيحين، أو في أحدهما، صحيح البخاري ومسلم، أو في أحدهما، إما في البخاري وإما في مسلم. قال: ومعلوم أن الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وما زاد فهو سنة. أي عندما تركع الركوع هكذا قائم ثم تركع، هذا ركوع، هذا يسمى ركوع. ماذا تقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم. الواجب مرة واحدة، نساته واجب تقول سبحان ربي العظيم، هذا الواجب. ما زاد فهو سنة، تفعل 3، 2، 3، 4، 5، ما زاد فهو سنة. تقدم معنا ما يقال في الركوع. فإذا أطال الإمام في الركوع لا تسكت، ما ينبغي لك السكوت، تسكت. ماذا؟ تستمر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فهمتم؟ حتى لو كررتها 10 مرات، فهمتم؟ لا تسكت. قال: وكذا في السجود الواجب. الآن هذا الركوع، السجود هكذا تسجد، هكذا قائم ثم تركع ثم تسجد. السجود ماذا تقول فيه؟ سبحان ربي الأعلى، مرة واحدة واجب، ساته واجب. فهمتم؟ ما زاد فهو سنة، 2، 3. والأفضل في السجود كما سيأتي معنا الدعاء من سنن السجود، الإكثار من الدعاء. تسجد سبحان ربي الأعلى ثم تدعو، أو تقول 2 أو 3 سبحان ربي الأعلى ثم تدعو. فإذا أطال الإمام في السجود أنت تدعو بما شئت. فهمت؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أدخلني الجنة. فهمت؟ اللهم اجعلني برا بوالدي، اللهم ارزقني. فهمتم؟ اللهم زدني علما، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم فقهني في الدين. فهمتم؟ الأدعية تدعو بما شئت. اللهم ثبتني على الكتاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى سنة نبيك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فهمتم؟ أدعية كثيرة تدعو بما شئت. فهمتم؟ مفهوم إن شاء الله؟ قال يسن الإكثار من الدعاء في السجود. إذن في السجود يسن الإكثار من الدعاء، فتقول سبحان ربي الأعلى مرة الواجب، ثم تدعو الدعاء. ادعو بما شئت. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر يعني اجعلني برا بوالدي ولا تجعلني جبارا شقيا، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا. تدعو بما شئت. قال لأن السجود، لماذا يسن الإكثار من الدعاء في السجود؟ قال لأن السجود أقرب موضع للعبد من ربه، قريب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو قريب من الله عز وجل. العبد يكون أي أن الله عز وجل يستجيب دعاءه وهو كيف؟ وهو ساجد. فأكثر من الدعاء كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن السجود أقرب موضع للعبد من ربه جل في علاه، فيسن أن يكثر من الدعاء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن حري أن يستجاب لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء. إذن ماذا تفعل في السجود؟ تقول في السجود ماذا تفعل؟ تقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، ثم دعاء، ماذا تقول؟ مثال من الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اجعلني برا بوالدي ولا تجعلني جبارا شقيا، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ثبتني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أصلح لي فساد قلبي، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ومن أعظم الأدعية كما جاء في حديث أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ادعو بهذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: ومن السنة في الجلسة بين السجدتين. الآن مر معنا حال القيام، مر معنا حال الركوع، ومر معنا حال الرفع من الركوع، ومر معنا حال السجود. الآن في الجلسة تسجد ثم تجلس، صح؟ بين السجدتين. قال: ومن السنن في الجلسة بين السجدتين، قال: من السنة أن يفرش المصلي رجله اليسرى. ماذا تسمى الرجل؟ كاكي، صح؟ رجل اليسرى، كاكي كيري. فهمتم؟ الرجل اليسرى تفرش هكذا، الرجل تجعلها هكذا، صح؟ رجلك اليسرى تجعلها هكذا وتجلس فوقها. قال: من السنة أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. كاكي كانان، تنصب، صح؟ هكذا تجعل، صح؟ في الجلسة بين السجدتين تجلس على الرجل اليسرى وتنصب اليمنى. مفهوم؟ من يفعل؟ زينو أرني هنا.
أحسنت، هكذا تفرش اليسرى وتنصب اليمنى، هذه هي السنة، هذه هي السنة. وأيضا جاء من حديث ابن عباس السنة الإقعاء. كيف الإقعاء؟ تجلس تنصب اليمنى واليسرى وتجلس عليهما. كيف؟ أيوة، هذا سنة أيضا، هذه الجلسة سنة. لكن الذي محرم منهي عنه الإقعاء، أن تجعل الرجل اليسرى هنا والرجل اليمنى هنا ثم تجلس وسط. افعل يا زينو. لا، هنا رجل يسرى ورجل يمنى هنا. أيوة، ما تستطيع. دور. من الذي يستطيع؟ عبد الحكم تستطيع؟ انصب اليمنى، انصب. أيوة، افعل. أيوة، أن تنصب، هذا منهي، هذا محرم، مفهوم محرم، هذا منهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيقاع، هذا هو المنهي عنه. تجعل الرجل اليسرى هنا واليمنى هنا وتجلس على الأرض، تجعل يعني اليتيك على الأرض، هذا منهي عنه. أما الإيقاع ما جاء في حديث ابن عباس فهو أن تنصب اليمنى واليسرى وتجلس عليهما، هذا سنة أيضا، جاء من حديث ابن عباس، جاء من حديث ابن عباس. قال لحديث أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. أيضا هذه الجلسة كما سيأتي معنا في التشهد تكون التشهد الأول. قال أيضا تطويل هذا الركن من السنن، أن تطول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. والدعاء في هذا الركن ماذا تقول؟ ربي رب اغفر لي رب اغفر لي رب، هذا هو الصحيح فقط، رب اغفر لي، تكرر. السنة أن تطيل. قال لحديث ثابت البناني رضي الله عنه، وقد تقدم قريب، تقدم أن ثابت نقل عن أنس رضي الله عنه، أنس قال: سأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجلس ويتأخر في الجلوس بين السجدتين. فهمتم معنى يتأخر؟ ما معنى يتأخر؟ ما معنى يتأخر؟ يجلس، ما يقوم سريع، يجلس يتأخر. ما يقوم سريع. سريع ماذا معنى سريع؟ شبات، عكس شبات. تنبات، لمبات. أيوة، لمبان، يتأخر في الجلوس بين السجدتين، لا يقوم سريع، لا يسجد سريع، يجلس ثم يتأخر. لمبات ثم بعد ذلك يسجد، يتأخر، لا يقول الله أكبر الله أكبر، لا، الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يتأخر لمبات ثم يقول الله أكبر، يسجد مرة ثانية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: ويسن لمن أراد القيام إلى أي ركعة ثانية أو رابعة. الركعة التي يعني الركعة الأولى يسجد ثم يجلس ثم يسجد ثم يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية، أو الركعة يعني في الركعة الثالثة يقوم إلى الركعة الرابعة. إذا كان يريد مباشرة يقوم لا يجلس، فهمتم؟ الله أكبر يسجد ثم يقول الله أكبر للقيام. ما معنى قيام؟ من ديري باء ميم ولا باء؟ باء، بندري
إذا أراد يعني القيام بالنري يجلس جلسة الاستراحة، يعني قبل أن يقوم يجلس مثل سامة، يعني الجلسة بين السجدتين، يجلس يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يقول يعني سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى ويدعو ثم يقوم، ما يكبر، يجلس ثم يقوم الله أكبر. فهمتم؟ الله أكبر، يقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة. أما إذا قام إلى الركعة الثانية ماذا سيفعل؟ هل يقوم مباشرة أو يجلس؟ أنا يعني في يعني الركعة الثانية صليت الركعة الأولى الله أكبر، قرأت ركعت ثم سجدت ثم رفعت ثم سجدت، قلت الله أكبر، أقوم مباشرة ركعة ثانية ذوى، يقوم مباشرة؟ لا، يجلس، صح؟ ما يحتاج إلى هذا. جلسة الاستراحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة. قال وهذه تسمى جلسة الاستراحة وليس لها ذكر معين، وجاء ثبوتها في 3 أحاديث، يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أحاديث، جاء أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت هذه الجلسة. هل فيها ذكر؟ هل يقول سبحان رب الأعلى سبحان رب العظيم؟ لا، يسكت، ما في ذكر. فهمتم؟ يقوم من السجود يجلس قليل ثم يقول الله أكبر فقط، يجلس قليل لا يتأخر. قال حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر، الوتر ساتو تيجا، فهمتم؟ هذا وتر يسمى وتر. أما ذوى يسمى شفع، أنبت يسمى شفع. الوتر ساتو تيجا، مفهوم وتر. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض، لم يقم حتى يستوي قاعدا، لا يقول مباشرة من السجود الله أكبر، لا، يقوم يجلس قليل ثم يقول الله أكبر. مفهوم؟ قال ومالك بن الحويرث هو الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، جاء هذا من حديث مالك بن الحويرث. قال وحديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود وجود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله، وفي الحديث وصف أبي حميد لصفة الصلاة وفيها جلسة الاستراحة، وعنده 10 من الصحابة فصدقوه، وهذا مما يؤكد سنيتها. أي أبي حميد ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة وعنده من الصحابة 10 من الصحابة. 10 كم؟ 10 من الصحابة. ما يعني قالوا له لا، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سكتوا، دل على أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح الكبير وهو حديث صحيح فيتعين العمل به. قال قوله فإذا كان في وتر من صلاته، أي كان في الركعة الأولى أو الثالثة لم ينهض، أي لم يقم إلى الركعة الثانية أو الرابعة حتى يستوي قاعدا، يأتي بجلسة الاستراحة. قال واختلف في سنية جلسة الاستراحة، والصواب أنها سنة مطلقة لحديث مالك وأبي حميد السابقين رضي الله عنهما، وممن رجح سنيتها مطلقا النووي والشوكاني وابن باز والألباني رحمهم الله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وقال النووي رحمه الله وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. جلسة الاستراحة سنة مطلقة، ليست فقط للكبير كبير السن، وإنما لكل مصلي أن يجلس جلسة الاستراحة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.